دي اللي عامله لنا قلق من اول ما نزلت. طلعنا 50 فطيره كادو. على رأي عمرو أديب، بجد القشطة لا. القشطه لا. أنا شيماء شحاتة، شيموس كيتشن. بدأنا من 4 سنين بنجهز لرمضان. طبقين كرنب كانوا في الفريزر على كيسين صلصة. أنا كنت اشتغلت قبل المطبخ حاجات كتير جدا، فالموضوع كان تقيل جدا عليا، ونزلت اشتغلت أبونيه وأنا بوصل ولادي المدرسة، وكل ما أعجن العجينة بتاعتها تبوظ. العميلة فتحت الأوردر وأكلت منه ومش راضية تاخده، فاللي ليه في المطبخ واللي مالوش كان بيجرب. من الشخصيات اللي لما بتحب حد بحب أكله. دخلت ممكن في مرحلة كده اكتئاب فظيع بسبب القعدة. عارفة طبيخي، يعني عارفة أكلي عامل إزاي. ما ينفعش أكون مدرسة خالص. ما كانش حلم أصلا من أحلامي موضوع إن أنا أبقى شيف أو أشتغل شيف، لكن أنا بحب المطبخ، وفي حاجات أنا سعيت إن أنا أعرف هي إيه. بحب الناس وهي بتدوق الحاجة الجديدة اللي أنا بعملها. كانش في بقى شغل خلاص خالص. بحب أدخل روحي أنا في الوصفات، بس هي كل مرة تقول لي المرة دي فيها حاجة مختلفة. أخدت كورس في الحلويات. عندنا المحشي والمنجقونة والسينابون. قعدنا 6 شهور تقريبا ما نشتغلش غير المحشي فقط. ما فيش حد ناجح مش بيتقلد. مش عيب ان انت تتعلم بعد كده. لا، النهارده احنا غيرنا المنيو، في حاجه تانية موجوده. كنت بقبل اي حاجه. تقريبا 3 ايام بتوع رمضان، اول رمضان ما نمتش فيه. الموضوع ده هيعمل مشكله، عشان احنا فعلا لما عملت حاجه زي كده ناس كتير جدا اتضايقت. انا لازم اديلها الاوردر بس تاخده وخلاص، اللي هو تاخده ايا كان الاوردر ايه. لا، وانا دايما بقول ان الغلط وارد بس مش مقبول. نفسي ان بورسعيد كلها تدوق من اكلي.